مساء الخير والمحبة عليكم الحلوة متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت وياكم فيديو جديد وروتين حلو تعزيل المسواق. ان شاء الله الفيديو اليوم يعجبكم، واذا حبيتوا قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على الكل حتى يجيكم اشعار مني. حبايب قلبي ما تنسوني اللايك وتعليقاتكم الحلوة. اليوم حبيت اعزل وياكم بنات المسواق، مثل ما قلت لكم ما راح انزلكم انا يوميا، بس تقريبا كل 3 أيام 4 أيام انزلكم فيديو، لان اكو هواي ناس تحبني تسأل علي وتقولي وين فيديوهاتك روتيناتك، وقلت انا ان شاء الله ما انقطع عنكم بالفيديوهات. حبايب قلبي اليوم الفيديو مالتنا تعزيل المسواق حبايب قلبي، وشلون نحافظ على المسواق فترة ممكنة انه يعني ما يخرب. حبايب قلبي كنت انا من الناس اللي لازم تغسل الخضروات، يعني لازم ما اخليها بالثلاجة اذا ما اغسلها. بس شفت صديقاتي يعني ما يغسلن المسواق، يقولن يطول بالثلاجة. مثلا يعني انا هذا الفلفل مو هالقد بيه استعمالي، يعني مو يومي، فقلت خلي ما اجرب هذه الطريقة، انه انا ما اغسله واخلي كنينس مال المطبخ بالداخل مالته، يعني بداخل السلات او الحافظات، ونشوف. هنا سطرنا بنات الفلفل البارد والباذنجان. قلت لكم من عادتي انا اغسل المسواق كله، يعني ما اخلي شيء بالخضروات بالفواكه اذا ما اغسلها. بس قلت خلي اجربها، او انا مثلا او انا يعني جربتها انا مرتين ما غسلتها. شفتها صدق يعني بنات، صدق ما خرب عندي المسواق. فكتبونا بالتعليقات منو المتبع هذه الطريقة. بالبداية أنا حالي من حالكم، يعني همي أنا ما صدقت، قلت لا ما يصير يعني واحد ما يغسل مسواق، ومن نوع أنا اللي أضوج المسفد الشي بإيدي وهو ما مغسول. بس قلت لا شوي أتحمل، لين أكو شغلات يعني بالخضروات ما نحتاجها يوميا، أما الطماطة يعني نحتاجها إحنا يوميا. واللي عندها يعني كبار راح يعرفون إنه هذا الشي ما مغسول، يعني تغسله قبل ما تاكله، يعني انطيهم معلومة قبل ما يفتحون الثلاجة وياخذون الشي. هنا من ضمن المسواق اللي كتبته لأبو مصطفى زاهي كلور بنات، هذا اللوشن وهذا الشامبو. يعني هذا الشامبو مو الخاص بي، انا استخدم بنات شامبو مال قشرة. هذا الشامبو لا، انهم اخليه لهم بالحمام للجهال يسبحون بي. وكتبوا لنا بنات بالتعليقات كلش قد تسوون. مثلا احنا عندنا مسواق اسبوع، يعني اكثر من اسبوع ما نطول يعني. واكو شغلات شهرية، مثلا احنا كرتونة الملح نجيبها الشهر فوق الشهر. الدبة مالت الزاهي هذه اذا تشوفونها تقريبا ب3000، ومرات يعطوكم 2 ب5. هذه همين تطول شهر او اقل الشهر حسب استعمالي. مثلا يصير عندي انا فراشات هواي اغسلها، استخدامي الها هواي، مرات يعني ملابس اغسل كلش هواية حسب استخدامي الها. هذا الصاص الحارم تقريبا شهرية. المربى همينة لا مو شهرية، أكثر من شهر. يعني المسواق احنا ما نقدر نحسبه نقول شهري أو يومي أو أسبوعي، حسب حاجتنا بنات إله. والمسواق يتضمن يعني من حيث مالات اللي تغسلين بيهن، يعني الشامبوات والزاهي والمعطرات وهيجي شي، من ناحية الدهون وشغلات البشرة وهيجي شي، من ناحية مخضر، من ناحية فواكه، يعني ويشمل. بنات هذا التاي تمينه كلش حلو، بس ما أعرف اسمه بالحقيقة، يعني لين ما أدري ما قال أبو مصطفى عليه. بنات هذا الكيلو ب1000، يعني هنجيب كيلو وين تقريبا يظل عندنا 3 أسابيع، مرات أسبوعين، قلت لكم حسب حاجتي. أفرغه أخليه يعني بالحمام للملابس. والقاصر أو الكلور ما أستغنى عنه نهائيا. القاصر لا بنات ما يطول عندي، تقريبا أقل أسبوع يخلص ونجيب مرة ثانية. شوفوا بنات جي يشوفوني بكل سلة أو حافظة أخلي كنينس وما جي أغسل المخضر وأخلي بيها، وصح طول عندي فترة. وأم البيت هي تعرف شلون تدبر أمورها. وإذا وصلتي لهنا كتبي لي تعليق حلو ولايك وصلوات محمدية حبايب قلبي بالتعليقات. واشتاقت لكم كلش هواي، وهذا روتين كلش حلو، وتابعونا للأخير حبايب قلبي. هنا بنات همينة الريوق هم حسب حاجتك إليه. وهذا الجبن بنات أنا دائما أنوح عليه، إذا شفتوا هذا الجبن كريمي كلش حلو، هذا اللي باللون الأزرق سعره 500 دينار. وطبقة البيض تطول تقريبا 3 أسابيع، مرات أسبوعين، هيك شي. يعني قلت لكم أكو شغلات تطول شهر ويانا، أكو لا ما تطول
أقل الشهر. أكو شغلات يعني همينة يومية تشتريها. هنا حبايب شوفوا شو أنا أجي أرتب يومي وأرتب المسواق. وهنا أنا رحت لهم شلت النقالات من عندهم، قلت لهم بعد احنا جاي نراجع للامتحانات، وشلت النقالات من عندهم قلت لهم يلا راجعوا. يعني ثالث متوسط عندي امتحاناته 1/6، ورقية سادس ابتدائي بدت بالامتحانات من 21. وما أقولكم الخوف اللي بقلبي يعني، بس أهد رقية تروح المتوسطة. فخطية تقعد من الصبح، يعني أنا علمتها أول ما تقعد يعني تقعد بالخمسة بالستة، أو اختلها النقال منبه وتقعد تصلي وتظل تراجع لحد ما أنا أقعد. مرات أقعد يعني 7 إلا هم أنا أشوف شنو محتاجة، بس أهم شي يعني موصيتها إنه تصلي يعني حتى رب العالمين يبارك بيومها. همين أنا ناطرتها في الدعاء. هم تقرأ الفاتحة لأم البنين قبل ما تبدي. يعني علموا بناتكم أولادكم على هيك شي، يمكن راح يفيدهم بالامتحان. يعني معلمتها هاي طريقة مجربة، قلت لها من ينطوش الأسئلة يعني نهائيا ما ترحين تحليها، لا تقلبين الورقة على قفاها، احنا نقول على الظهر مالتها، تهدين الفاتحة لأم البنين، وهي سلام الله عليها ما تقصر ويانا. تهدين الفاتحة لأم البنين بنية انه انت يعني يسهل الأسئلة عليك. من تكملين من الفاتحة تفرين الورقة وتحلين سؤال سؤال. وما أقولكم يعني هسه هم دزونا اليوم الأسئلة مالت العربي وشفناها، أمس أسئلة الإسلامية همينة سهلة، واليوم أسئلة مركزة هي مالت العربي. المهم حبايب قلبي نظفت الثلاجة وهذا ترتيبنا إلها، وهواي قرقت وياكم قد ما مشتاقت لكم. هنا رتبت الأجبان الخيار، هذه الطماطة سويتها حافظتين. هذه الشغلات اللي موجودة عندي. واعتمدوا حبايب قلبي إنه المسواق تكتبونه كتابة بالورقة كلش يسهل لكم. هنا هذا المخلل إن شاء الله أراكم بالفيديوهات الجاية بنات. مخلل اللهانة مخلل كلش حلو بنات وطيب، وهالفترة ما جاي نستغنى عنه يعني ما أدري ليش كلش حبيناه. والمقادير مالته يعني هي لهانة بنات تغسليها غسل زين وتقطعيها شرايح وتضيفينها بأي حافظة بنات، وتخليلها ملح وليمون دوزي وخل أبيض وتقبقين عليها. تجينها ورا يوم يومين راح تلقيها ذابلة وكلش حلوة. شو ما نقول احنا عبارك طرشي سريع يعني مخلل سريع. ما ادري سويتها مرة واحدة حبوها وظليت اسويها. ويفضل اللهانة الحمرة حبايب قلب. ان شاء الله اللي مجرب هاي المخلل يكتب لنا بالتعليقات. هنا بنات هذه دبة الزاهي تقريبا تكفي 3 أبطالة او بطلين ونص يعني حسب الحجم مالت البطل. هنا قمت افرغ بالشغلات اللي اريد انها محتاجتها. عمود اصفي اموري ويتركز عقلي انه انا الثلاجة نظيفة، المسواق مرتبته، الدهونات الشامبوات كلها راحت على مكانها، التايت فرغته. وهنا بنات هذه الخلطة اللي ما استغنى عنها. اخلي بنات قليل من الزاهي وماي يعني ماي حلو ارو. امليها تقريبا نص فوق النص هذه العلبة لازم رش يعني. وراح اضيفن قاصر تقريبا قاصر نص البطل او ربع البطل اضيفن بنات. هذه ارشن انا على الحيطان السيراميك، على الطباخ من اريد انظفه، على السطح مالت الكاونتر. اول شي تعقيم، ثاني شي ريحة القاصر انا احبها، ثالث شي بياض ونظافة. شوفوا بنات هذه تقريبا اغلب البيوت يسووها هذه الخلطة، بس متخلينها بهذه بنات المرش راح يكون الك افضل واسهل. هنا بنات طبعا اكو علب للتايت بس ما ادري يعني انا احب هذه العلبة مالت الروبة. راح افرغ بيها هنا بنات هذا الكيس مالت التايت والباقي اضمه يعني هذا الكيس الباقي بالمخزن حين استخدامه. مرات بنات همين نجيب من هذه القواني اللي تكون صغيرة، ام ال4 كيلوات ام ال5 كيلوات من التايت. ومرات هيجي فلة وزن حسب يعني ابو مصطفى شنو اللي يدل بعقله بالسوق يجيبه شنو يلقاه قدامه. المهم بس يعني نستخدم احنا التايت شوي اللي يوظف زين، لين اكو تايت بنات عبالك ملح يعني ومو تايت.
المهم حبايب قلبي رتبت وياكم المسواق ورتبت وياكم يومي وهنا ارتاحت. كتبوا لنا بالتعليقات شلون يومك ويا المسواق ويا الترتيب ويا شلون تحافظين على الخضروات حبايب قلبي، كتبوا لنا بالتعليقات. ولهنا ينتهي الفيديو حبايب قلبي، مع ألف سلامة.